السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين والغير متابعين لقناة هشام عبد الصمد رضوان، تحياتي لكم. وبنقل لكم بعض الصور الجميلة للريف المصري الجميل، واحنا دلوقتي في آخر يوم من شهر طوبة، في آخر يوم من الشتاء الحقيقي. وطبعا هنا زي ما احنا شايفين الأراضي الزراعية كلها، الغالبية العظمى منها هنا زارعين برسيم للمواشي اللي هي الأبقار والجاموس والحيوانات بشكل عام الريفية، وزارعين قمح وبعض الخضروات إلى جانب النخيل و بعض الأشجار اللي هي زي أشجار الموالح. وطبعا النخيل هنا زي ما احنا شايفين بكميات كبيرة جدا، يعني بأعداد كبيرة جدا. وده طبعا هنا موز اهو، بس طبعا مش الموسم بتاعه، يعني عشان كده ما مش شايفين صوبات موز. ممكن يكون اتحصد، تم حصاده. طبعا ده مكان للحيوانات اللي هي زي الابقار والجاموس. وطبعا دي اوضه صغيره للفلاح بيقعد فيها ياكل، يريح شويه، يعمل شاي. طبعا احنا سيبنا نهر النيل وبنتجول وسط الحقول، وسط الزراعات. اهو نهر النيل قدامنا اهو، سيبناه. منظر رائع وجميل. طبعا دي شجرة جوافة موجودة. هنا بعض الفلاحين حاولوا ان هم يبنوا زي اوضه صغيره ما بنقول عليها، كانت بتتبني بحطب الارز وبحطب الذره. زمان بيسموها خص. حاول ان هو يبنيها بالطوب وكده، ولكن طبعا احنا عارفين القوانين الصارمه الخاصه بحمايه الاراضي الزراعيه. فطبعا جت حمايه الاراضي او المسؤولين عن حمايه الاراضي الزراعيه، وهدوا المكان اللي هو كان هيعمله يعني زي حجرة صغيرة يقعد فيها، يريح، ياكل، يشرب. طبعا الشمس لما بتطلع بتبقى جميلة جدا، بتنزل بأشعتها على الأرض. وإحنا في هذا الوقت من فصل الشتاء بتدي دفء جميل. يعني الشمس اللي احنا بننفر منها في فصل الصيف وحرارتها، يعني بنتمنى تبقى موجودة في السماء بأشعتها الجميلة كده في فصل الشتاء. زي ما احنا شايفين طبعا مجموعة من السحب كتيرة جدا. أول ما السحب بتبعد عن الشمس اللي كانت حاجباها عننا، بتبدأ الشمس تطلع مرة تانية. وده طبعا نهر النيل. منظر رائع وجميل.
طبعا ده حمار، وده شيء ضروري بيبقى متواجد، او شيء ضروري بالنسبة للفلاح كوسيلة للتنقل، وايضا وسيلة اخرى ينقل عليها بعض المزروعات او الكيماوي او اي حاجة هو محتاجها داخل الارض. طبعا دي شجرة معروفة من قديم الزمان، اسمها شجرة خروع. الخروع ده بيستخرج منه زيت الخروع اللي ليه فوائد عظيمة جدا جدا، اللي هي الثمرة الشوكية اللي احنا شايفينها قدامنا دي اسمها ثمرة الخروع. بيصنعوا منه زيت الخروع، مهم جدا جدا، والكثير من الناس يعلمون فوائد زيت الخروع. السلام عليكم. ازيك يا عمدة؟ ازاي صحتك؟ الله يحفظك، الله يخليك، كل سنة وانت طيب.